اهلا بيكم ستة ابتدائي، ومعانا النهاردة تالت درس عندنا في الوحدة التانية بعنوان الاقاليم المناخية والنباتية في وطننا العربي. يعني ايه العنوان ده؟ ايه الاقاليم المناخية والنباتية دي كمان؟ اقول لك يعني الاماكن اللي شبه بعضها عندنا في الوطن العربي. شبه بعضها في ايه؟ اقول لك شبه بعضها في المناخ، يعني الجو بتاعها زي بعضه، فهنلاقي اماكن الجو فيها زي بعضه بالظبط في الصيف والشتاء. حتى النباتات اللي بتطلع في الاماكن دي برضه زي بعضها. طب هي الاماكن اللي الجو فيها زي بعضه عندنا في الوطن العربي لازم يبقوا جنب بعض؟ اقول لك لا، مش شرط، ممكن تلاقيهم مش جنب بعض. طب هو انا هعرف الاماكن دي ازاي؟ اقول لك العلماء حددوا لنا الاماكن دي على خريطة الوطن العربي، فلو انا وانت جبنا خريطة الوطن العربي هنلاقيهم علمونا على الحتة اللي فوق دي والحتة دي والحتة دي وكمان هنا وهنا، وقالوا لنا ان الاماكن اللي جنب البحر المتوسط دي الجو يعني المناخ بتاعهم في الصيف والشتاء زي بعضه. طيب قالوا لنا كمان عندك اماكن تانية الجو فيها زي بعضه، زي الحتة دي وهنا كده وكمان هنا وكمان هنا، كل الاماكن دي برضو زي بعضها. يبقى هو حدد لي اماكن فوق في الوطن العربي وحدد لي اماكن تحت في الوطن العربي. قال لك بقى باقي الوطن العربي الحتة دي كلها، يعني معظم الوطن العربي زي بعضه في الصيف والشتاء. بالشكل ده احنا كده قسمنا الوطن العربي لثلاث حاجات: شوية اماكن شبه بعضهم فوق، وشوية اماكن شبه بعضهم تحت، وباقي الوطن العربي كله شبه بعضه. يبقى احنا كده قسمنا الوطن العربي لكم مكان؟ ثلاث حاجات. طيب الاماكن المتقسمة دي بيقولوا على كل مكان فيهم اقليم مناخي. اقليم مناخي، ايوه، العلماء قالوا لك كل الاماكن اللي هتبقى شبه بعضها في الجو، يعني في المناخ في الصيف والشتاء، هنسميها اقليم مناخي، وهنحط لها اسم من عندنا. من عند مين؟ العلماء هم اللي هيسموها، مش انا وانت، احنا بس هنحفظ اسماء الاقاليم اللي هيقولها لنا. طيب كلمة اقليم مناخي يعني منطقة جغرافية من سطح الارض. العلماء حددوا اماكن زي ما احنا شايفين. طيب لها خصائص مناخية تميزها عن غيرها. العلماء قسموا التقسيم ده علشان كل اماكن من دي شبه بعضها وفي مناخ بيميزها عن غيرها. يبقى كلمة اقليم مناخي منطقة جغرافية من سطح الارض لها خصائص مناخية تميزها عن غيرها. التعريف ده لازم تحفظه. طب العلماء قسموا لي الوطن العربي لكم مكان؟ اقول له في اماكن فوق شبه بعضها، وفي اماكن تحت شبه بعضها، وباقي الوطن العربي كله شبه بعضه، يعني ثلاث اماكن، وقلنا كل مكان من دول اسمه اقليم مناخي. يبقى احنا عندنا في الوطن العربي كام اقليم مناخي؟ اقول له ثلاثة اقاليم مناخية، ثلاث اقاليم يعني ثلاث اماكن كل مكان فيه بيختلف عن المكان التاني. يبقى احنا كده عرفنا ان الوطن العربي فيه ثلاث اقاليم مناخية، وعرفنا يعني ايه كلمة اقليم مناخي، يعني منطقة جغرافية من سطح الارض، منطقة محددة لها خصائص مناخية تميزها عن غيرها، لها مناخ مختلف عن المناخ الاماكن التانية وبيميزها عنها. طيب السؤال هنا، احنا كده عندنا كم مكان مختلف في المناخ، يعني كم اقليم مناخي؟ اقول له ثلاث اقاليم مناخية، ما احنا لسه قايلين. طب ده معناه ان احنا كده عندنا تنوع في الاقاليم المناخية ولا ما عندناش؟ اقول له طبعا عندنا تنوع، لان لو ما كانش عندنا كان هيبقى عندنا اقليم واحد، لا ده احنا عندنا ثلاثة. طب سؤال بقى، بما تفسر تنوع الاقاليم المناخيه في وطننا العربي؟ ليه انت عندك ثلاث اماكن مختلفه عن بعضها في المناخ؟ اقول له فاكر انت الوطن العربي مساحته قد ايه؟ اكتر من 13 مليون كيلومتر مربع، كبير جدا، وبالتالي لما يبقى المكان كبير هيبقى فيه اماكن مختلفه عن بعضها في المناخ. طيب فاكر في الدرس اللي فات لما قلت لك الوطن العربي يقع بين دائرتي عرض 2 جنوبا و37.5 شمالا؟ ايوه، قال لك بقى الدوائر دي لما نيجي نجمع الاثنين على 37.5 يطلعوا تقريبا 40 دايرة. ال 40 دايرة دول مسؤولين عن الحرارة. قال لك بقى انت عندك 40 دايرة في الوطن العربي، الدوائر دي درجة الحرارة فيهم مش ثابتة، وبالتالي بقى عندك ثلاث اقاليم مناخية. يبقى بما تفسر تنوع الاقاليم المناخية في وطننا العربي، يعني ليه انت عندك اكتر من اقليم مناخي، يعني اكتر من مكان مختلف في المناخ؟ اقول له بسبب مساحة الوطن العربي التي تزيد عن 13 مليون كيلو متر مربع، وامتداده في 40 دائرة عرض، ممتد في 40 دايرة. ال 40 دايرة عرضية دول يخلوا المناخ يختلف، يعني هيختلف لان مش كل دوائر العرض درجة الحرارة فيها زي بعضها.
تاني، يبقى بسبب مساحة الوطن العربي التي تزيد عن 13 مليون كيلو متر مربع وامتداده في 40 دائرة عرض. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا عندنا 3 اقاليم مناخية، وكمان عرفنا كلمة اقليم مناخي يعني ايه، منطقة جغرافية من سطح الارض لها خصائص مناخية تميزها عن غيرها. وعرفنا كمان ليه احنا عندنا تنوع في الاقاليم المناخية، اقول له بسبب مساحة الوطن العربي اللي بتزيد عن 13 مليون كيلو متر مربع وامتداده في 40 دائرة عرض. طب ما تقول لي اسماء الاقاليم المناخيه اللي انت حددتهم على الخريطه دول. اقول لك العلماء قالوا لنا الاماكن دي اللي جنب البحر المتوسط اللي شبه بعضها في المناخ، يعني في الجو في الصيف والشتاء، دي بنقول عليها اقليم البحر المتوسط لانها جنب البحر المتوسط اصلا. يبقى اول اقليم فوق اللي احنا علمنا عليه ده اسمه ايه؟ اقليم البحر المتوسط. طيب الاقليم اللي تحت بقى في جنوب الوطن العربي هنا وهنا وهنا وهنا، ده هنقول عليه الاقليم المداري. طب مين اللي حط الاسم ده؟ العلماء. انا وانت بس هنحفظ الاسماء بتاعه الاقاليم. يبقى انا عندي فوق اقليم البحر المتوسط وتحت الاقليم المداري. طيب بقيه الوطن العربي ده كلاته، الاماكن دي كلها تبع الاقليم الصحراوي الحار، وده اكبر اقليم عندنا في الوطن العربي. يبقى احنا عندنا اسماء الاقاليم ايه؟ اقول له اقليم البحر المتوسط وده فوق، عكسه تحت الاقليم المداري تحت، بقيه الوطن العربي كله بقى الاقليم الصحراوي الحار. طب هو احنا مطلوب مننا ايه في الاقاليم المناخيه دي؟ اقول لك مطلوب منك تعرف عنها 3 معلومات. تعرف كل واحد موجود فين، يعني يقع فين بالظبط. تعرف المناخ في كل اقليم من ده، يعني المناخ يعني الصيف والشتاء. تعرف كمان النباتات اللي بتطلع في كل مكان من الاقاليم دي، يعني اسماء الاشجار والحشائش والحيوانات كمان اللي بتعيش هناك. كل ده مطلوب منك تعرفه في كل اقليم. طب تيجي نعمل جدول ونحط فيه البيانات دي؟ اقول لك يلا بينا، ادى الجدول. اول حاجه لازم نعرفها قلناها يقع فين. تعالى كده نبص على اقليم البحر المتوسط، هو موجود فوق ولا تحت؟ اقول له فوق، يعني في الاطراف الشماليه للوطن العربي، يعني موجود فوق خالص. طب موجود على سواحل البحر ايه؟ اقول له موجود على سواحل البحر المتوسط. طب فين بالظبط؟ اقول له تعالى، موجود عندي هنا كده في المغرب وعندي في الجزائر وعندي في تونس. قال لك بقى تعرف ال3 دول دول ممكن تقول عليهم دول المغرب العربي، احنا بنسميهم كده دول المغرب العربي. ماشي، بدل ما اقول ال3 هقول عليهم دول المغرب العربي. طيب عندنا كمان هنا في ليبيا، عندنا كمان هنا في مصر، عندنا هنا كمان في فلسطين، دي لبنان، هنا كده معظم سوريا، واخد حته كبيره جدا من سوريا، واخد الحته دي اللي في شمال العراق، يعني واخد شمال العراق. طب الحاجات اللي احنا قلناها دي تعال نحطها في الجدول. اول حاجه اقليم البحر المتوسط قلنا فوق، يعني في الاطراف الشماليه للوطن العربي على سواحل البحر المتوسط. فين؟ اقول له في بلاد المغرب العربي اللي هم المغرب والجزائر وتونس، وعندي في ليبيا، وعندي في مصر، وعندي في فلسطين، وعندي في لبنان، وعندي معظم سوريا، يعني واخد جزء كبير جدا من سوريا، وواخد شمال العراق. لازم تبقى حافظ الاماكن دي حفظ وعلى الخريطه كمان. يبقى اقليم البحر المتوسط موجود في الاطراف الشماليه للوطن العربي على سواحل البحر المتوسط. فين؟ اقول له في بلاد المغرب العربي، وعندي في ليبيا، وعندي حته في مصر، وعندي في فلسطين، وعندي في لبنان، وعندي معظم سوريا، وعندي شمال العراق. طيب بالنسبه للاقليم اللي عكسه تحت بقى، اللي موجود تحت اللي هو الاقليم المداري، اقول له موجود في جنوب الوطن العربي، يعني تحت. فين؟ اقول له واخد جزء من موريتانيا، ما دي دولة موريتانيا، واخد جزء مثلا من السودان، واخد جزء من جيبوتي، الدولة الصغيرة دي اسمها جيبوتي، واخد جزء برضه من الصومال، واخد الحتة ديت اللي هي جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. مش دي اسمها شبه الجزيرة العربية واخدينها؟ ايوه، دي موجود تحت، يعني في الجنوب على ايدك الشمال، يعني في الغرب، يعني جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. يبقى الاقليم المداري موجود تحت، عكس اقليم البحر المتوسط اللي موجود فوق. طب موجود فين؟ اقول له موجود في اجزاء من 5 اماكن، موجود في اجزاء من موريتانيا والسودان وجيبوتي والصومال وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. طب ما تكتب لي شوية البيانات اللي انت قلت عليهم دول في الجدول عشان نحفظهم. اقول لك الاقليم المداري، اقول له في جنوب الوطن العربي. فين؟ في اجزاء من موريتانيا والسودان وجيبوتي والصومال وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. يبقى احنا كده عرفنا ان اقليم البحر المتوسط موجود في الاطراف الشمالية للوطن العربي على سواحل البحر المتوسط، عندي في بلاد المغرب العربي وليبيا ومصر وفلسطين ولبنان ومعظم سوريا وشمال العراق. اما الاقليم المداري عكسه تحت في جنوب الوطن العربي، موجود في اجزاء من 5 اماكن، موجود في اجزاء من موريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. طب بالنسبة بقى للاقليم الصحراوي، الاقليم الصحراوي ده انا عايز اعرف هو فين. اقول له ده في معظم الوطن العربي، لو بصينا على الخريطة هنلاقيه موجود في كل الاماكن، موجود من عند الخليج العربي هنا كده على ايدك اليمين يعني شرقا لحد دولة موريتانيا
الساحل بتاعها اللي موجود على المحيط الاطلنطي، لحد كمان دولة الصومال في حتت منها تبع الاقليم الصحراوي. يبقى لما اجي احفظ الاماكن بتاعه الاقليم الصحراوي اقول له يقع فيه معظم الوطن العربي. منين؟ اقول له من الخليج العربي شرقا لساحل موريتانيا غربا، حتى كمان ساحل الصومال تحت، حتى جنوبا كمان. كل الاماكن دي تبع الاقليم الصحراوي الحار، وده اكبر اقليم عندي في الوطن العربي. طيب قالك بص، مش انت قلت لي ان المناخ المسؤول عنه دوائر العرض؟ ايوه. طب لو انا جيت مثلا كده على اقليم البحر المتوسط على الخريطه وشديت دايره هنا كده، واخر دايره عندنا فوق اللي هي 37.5، اقليم البحر المتوسط هيبقى موجود بين دايرتين كام وكام؟ قالك الدايره اللي تحت دي 30، يبقى اقليم البحر المتوسط موجود من 30 ل 37.5 شمالا. ده بقى لو انت عايز تحدد مكانه بالظبط بالنسبه لدوائر العرض، يبقى اقليم البحر المتوسط من دايره كام لدايره كام؟ من 30 ل 37.5 شمالا. طب تعرف تقول لي الاقليم الصحراوي؟ اقول له ايوه، احنا واقفين عند 30 هنا صح؟ قال لك لو انت فضلت نازل تحت خالص وتشد خط كده من بدايته هتلاقيه يبدا من عنده 15، يبقى من 15 ل 30 شمال. طب الاقليم المداري؟ قال لك ما تشغلش بالك بيه. المهم الارقام دي تحفظها، اقول لك بس ابقى عارف ان اكبر اقليم الاقليم الصحراوي من عند ال 15 لل 30، اما البحر المتوسط من 30 ل 37.5 شمالا. المهم تحفظ لي اماكن الاقاليم دي على الخريطه وكمان في الجدول. طب ما تيجي نمسح الاماكن دي تاني ونقولها؟ اقول لك يلا بينا نمسحها. اول حاجه قلنا اقليم البحر المتوسط موجود فين؟ اقول له في الاطراف الشماليه للوطن العربي على سواحل البحر المتوسط. فين؟ اقول له في بلاد المغرب العربي وفي ليبيا وفي مصر وفلسطين ولبنان ومعظم سوريا وشمال العراق. طب الاقليم المداري؟ اقول له عكسه، في جنوب الوطن العربي. في اجزاء من ايه؟ اقول له من 5 اماكن: موريتانيا والسودان وجيبوتي والصومال وجنوب غرب شبه الجزيره العربيه. طب الاقليم الصحراوي؟ اقول له ده في معظم الوطن العربي، لدرجه انه بيبدا من الخليج العربي شرقا لساحل موريتانيا غربا، حتى ساحل الصومال تحت خالص. كل ده اسمه الاقليم الصحراوي. يبقى احنا كده عرفنا اماكن الاقاليم المناخيه على الخريطه، وكمان لازم نحفظ الاماكن دي اللي في الجدول. طب انت بتقول لي لازم اعرف المناخ في كل مكان فيهم. يعني ايه المناخ؟ يعني الصيف والشتاء في كل اقليم من ده. طب بص بقى، بيقول لك كلمه المناخ بتوع الدراسات بيقولوا عليها الخصائص المناخيه. الخصائص المناخية؟ أيوة. أول ما تشوف كلمة الخصائص المناخية اوعى تخاف. كلمة الخصائص المناخية يعني عايزين يعرفوا الجو عامل إيه في الصيف والشتاء، بس كده بس كده. طب ما تقول لي الصيف والشتاء في كل إقليم؟ أقول لك اقليم البحر المتوسط ده اللي عندنا يعني في مصر، الجو عندنا في الصيف عامل ايه في الصيف؟ اقول له حار. طب هو في امطار بتنزل عندنا في الصيف؟ اقول له لا، عكس المطر الجفاف. يبقى الصيف عندنا في اقليم البحر المتوسط اقول له حار جاف. طب الشتاء؟ اقول له الشتاء الجو بيبقى دافي مش برد قوي. طب الامطار بتنزل في الشتاء؟ اقول لك ايوه، عندنا في البحر المتوسط بتنزل في فصل الشتاء، يبقى دافئ ممطر. تاني كده، يبقى الصيف والشتاء عندنا في اقليم البحر المتوسط اقول له في الصيف حر جاف، الجو حر ومفيش امطار. في الشتاء دافي، الجو دافي وبينزل مطر، يعني ممطر. طب هو انا لازم احفظ الصيف والشتاء؟ اقول لك ايوه طبعا، بس قبل ما تحفظهم لازم تبقى فاهمهم، علشان لما يجي لك سؤال صح وغلط مثلا يقول لك تسقط الامطار في اقليم البحر المتوسط في فصل الصيف، اقول له غلط، الامطار بتنزل عندنا في فصل الشتاء مش في فصل الصيف. طب عكسه بقى الاقليم المداري اللي موجود في جنوب الوطن العربي، عندهم الجو حر ماشي، بس الامطار عندهم بتنزل في الصيف. نعم، امطار وبتنزل في الصيف. اقول لك بص، هناك جو غريب شويه، تلاقي الجو حر جدا ومع ذلك الدنيا بتمطر، الناس هناك عايشه في الحر ومع ذلك الدنيا بتمطر عليهم، مفيش برد. يبقى الصيف حار ممطر عكسنا. طب الشتاء هناك عندهم ايه؟ قال لك معتدل، لا هو برد ولا هو حر. قال لك بقى مفيش في الشتاء ونقطة مية بتنزل، يعني فصل الشتاء من اوله لاخره تلاقي الجو معتدل جاف، يعني مفيش امطار بتنزل عندهم في فصل الشتاء. يعني فصل الشتاء هناك عندهم مفيش امطار، ايوه هو جو غريب كده. الصيف عندهم حر ممطر، جو حر والدنيا بتمطر، والشتاء عندهم معتدل جاف مفيش فيه امطار. يبقى تاني، اقليم البحر المتوسط والاقليم المداري الاتنين عكس بعض في المطر. انا وانت عندنا في البحر المتوسط الدنيا بتمطر عادي في فصل الشتاء، الكلام ده عكسه في الاقليم المداري، الدنيا بتمطر هناك فين؟ في فصل الصيف. طيب احنا كده عرفنا الصيف والشتاء في اقليم البحر المتوسط والاقليم المداري. ما تقول لي بقى الصيف والشتاء في الاقليم الصحراوي، الاقليم اللي موجود في معظم الوطن العربي. اقول لك في الصيف شديد الحراره، لدرجه ان الحراره بتوصل لاكتر من 50 درجه مئويه.
درجة الحرارة بتوصل اكتر من 50. ايوه. طب والشتاء؟ قال لك معتدل في النهار، الجو بالنهار معتدل، ولكن شديد البرودة ليلا، لدرجة ان الحرارة بتوصل لاقل من الصفر. اقل من الصفر. ايوه. طب الامطار بتنزل امتى؟ قال لك امطار نادرة. هو في امطار بتنزل في الصحراء؟ يبقى الامطار نادرة. بس قال لك حاجة بقى، في بعض الاماكن لما بينزل فيها شوية مطر بتبقى على شكل سيول. سيول. مش معظم الصحراء فيها جبال. طب افرض مثلا نزل شوية مطر على الجبال، المية اللي نازلة على الجبل دي بتتجمع مع بعضها وتنزل تاخد اي حاجة في وشها، دي بنقول عليها سيول. بس الامطار كده كده نادرة، ما بتنزلش كتير. يبقى تاني لما اجي اتكلم عن المناخ بنقول عليه الخصائص المناخية. كلمة الخصائص المناخية اول ما اشوفها ما خافش. ليه؟ لانه عايز يعرف الجو في الصيف والشتاء عامل ايه. طب ما تمسح لي الحاجات اللي انت كتبتها دي واكتبها لي تاني علشان احفظ. اقول لك يلا بينا نمسحها. نتكلم الاول عن الصيف والشتاء عندنا في اقليم البحر المتوسط. اقول له والله الصيف عندنا حار وجاف مفيش امطار، اما الشتاء دافئ ممطر، الجو دافي وبينزل امطار. عكسه الاقليم المداري، الصيف هناك عندهم حر زينا بس ممطر، والشتاء هناك معتدل جاف يعني ما بينزلش امطار. طب الصيف والشتاء عاملين ايه في الاقليم الصحراوي الحار؟ اقول له في الصيف شديد الحرارة، تصل درجة الحرارة لاكتر من 50 درجة مئوية. طب والشتاء؟ اقول له معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، لدرجة ان الحرارة بتوصل لاقل من الصفر يعني بتنزل للسالب. طب الامطار؟ اقول له مفيش امطار، امطار نادرة، ولكن لو سقطت شوية امطار بتبقى في شكل سيول. طيب بس في الاول وفي الاخر الامطار هناك نادرة. طب احنا كده اتكلمنا عن المناخ اللي احنا بنقول عليه في الدراسات الخصائص المناخية، يعني الجو في الصيف والشتاء عامل ايه. طب كلمني بقى عن النباتات الطبيعية اللي بتطلع في كل اقليم من دول، والحيوانات اللي بتعيش في كل مكان من الاماكن دي. اقول لك تعالى لو رحنا على الاماكن اللي احنا حددناها على الخريطة اللي هو اقليم البحر المتوسط اللي فوق ده، هنلاقي فيه 3 انواع من الاشجار. هنلاقي اشجار اسمها اشجار الارز، هنلاقي اشجار زي الزيتون، هنلاقي شجر زي الصنوبر. يبقى انا لو انا رحت اقليم البحر المتوسط هلاقي كام نوع من الاشجار؟ هلاقي 3، الارز والزيتون والصنوبر. احفظهم؟ اقول لك طبعا. طب هتلاقي ايه تاني؟ اقول لك هتلاقي شويه حشائش. حشائش، ايوه الحشائش يعني النباتات اللي بتطلع كده اللي ممكن الحيوانات تاكلها. الحشائش بقى اللي بتطلع في اقليم البحر المتوسط بنقول عليها حشائش الاستبس. حشائش ايه؟ الاستبس. ايوه دي اللي بتتربى عليها الاغنام والماعز. الاغنام والماعز بيروحوا على حشائش الاستبس دي ياكلوا. مش انت بتلاقي واحد عنده اغنام وماعز وممشيهم ياكلوا في شويه حشائش؟ الحشائش اللي بياكلوها دي اسمها حشائش الاستبس. يبقى لما نيجي نتكلم عن النباتات الطبيعيه والحيوانات اللي موجوده في كل اقليم، هنلاقي عندنا في اقليم البحر المتوسط 3 انواع من الاشجار. اشجار اسمها اشجار الارز، مش الرز، الارز، والزيتون والصنوبر. الحشائش اللي بتطلع هناك يعني النباتات الصغيره اللي بتطلع هناك اسمها حشائش الاستبس. طب دي بتربى عليها ايه؟ الاغنام والماعز. الاغنام والماعز بتاكل حشائش الاستبس. طيب عندنا بقى في الاقليم المداري اللي موجود تحت في الوطن العربي موجود فيه ايه؟ اقول لك موجود فيه برضه حشائش استبس برضه؟ اقول لك لا، حشائش طويله اسمها حشائش السافانا. حشائش السافانا، ايوه. طب الحشائش دي فيها حيوانات ايه؟ اقول لك فيها الاسود والزرافه. هتلاقي هناك بقى حيوانات كتيره جدا جدا جدا. يبقى بالنسبه للنباتات الطبيعيه والحيوانات اللي موجوده عنده في الاقليم المداري اقول له حشائش السافانا. طب ما اقولش اسماء اشجار؟ اقول لك لا، تقول بس حشائش السافانا. دي حشائش كبيره بقى، بتلاقي فيها اسود وكمان زرافات. طيب لما اجي اتكلم عن النباتات الطبيعيه والحيوانات اللي في الاقليم الصحراوي اللي هو موجود في معظم الوطن العربي، اقول لك ده اقليم صحراوي ما فيهوش امطار. يبقى النباتات اللي فيه لازم بتقدر تتحمل ايه وايه؟ الجفاف والحراره. مش انت قلت لي شديد الحراره اصلا؟ ايوه. فيبقى النباتات اللي بتطلع عندي في الاقليم الصحراوي نباتات تتحمل الجفاف والحراره، زي الصبار. الصبار ده بيتحمل الجفاف والحراره. طب الحيوانات، اقول لك عندنا ثعلب الصحراء والزواحف. ثعلب الصحراء والزواحف، ايوه ده من الحيوانات اللي بتعيش في الاقليم الصحراوي. طيب دي تالت معلومه لازم تعرفها عن كل اقليم، النباتات الطبيعيه والحيوانات اللي موجوده في كل اقليم. اول حاجه الاقليم البحر المتوسط موجود عندي 3 اشجار، الارز والزيتون والصنوبر. طب الحشائش اقول له الاستبس اللي بتتربى عليها ايه؟ الاغنام والماعز. طب بالنسبه للاقليم المداري اقول له في هناك حشائش اسمها حشائش السافانا اللي احنا واخدينها في العلوم، فيها اسود وزرافات. طب بالنسبه للاقليم الصحراوي اقول له النباتات اللي فيه
فيه لازم بتتحمل الجفاف والحرارة، زي الصبار والحيوانات اللي موجودة ثعلب الصحراء والزواحف. الزواحف دي زي الثعابين وكل حاجات بتزحف على الرمال، دي اسمها الزواحف. طب الجدول ده بقى مطلوب منك تنقله ورايا وتحفظه. لازم احفظه؟ ايوه. تحفظ كل اقليم بيقع فين، تحفظ المناخ يعني الخصائص المناخيه، يعني في الصيف والشتاء عامل ايه، تعرف النباتات الطبيعيه والحيوانات في كل اقليم من الاقاليم دي. طب ليه؟ قالك علشان بيجيلك اسئله كتير جدا 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 في الاقاليم المناخيه، زي مثلا اكمل العبارات الاتيه. يقولك مثلا يسود معظم مساحه الوطن العربي اقليم المناخ ايه؟ اكبر اقليم موجود في الوطن العربي، اقول له الاقليم الصحراوي الحار، ده موجود في معظم الوطن العربي. طب رقم 2، ينمو نبات الصبار في الاقليم ايه؟ اقول له برضه الصحراوي الحار، لانه من النباتات اللي بتقدر تتحمل الجفاف والحراره. طب رقم 3، تنتشر في اقليم البحر المتوسط اشجار نقط ونقط ونقط، اقول له الارز والزيتون والصنوبر. طب رقم 4، تسقط الامطار صيفا. صيفا دي غريبه، يبقى الاقليم بتاعنا ولا المداري؟ اقول له على طول في الاقليم المناخ المداري. طب رقم 5، تربى الماعز والاغنام في اقليم مناخ ايه؟ الماعز والاغنام عندنا يبقى في اقليم البحر المتوسط. طب سؤال مثلا بما تفسر اللي احنا خدناه، احنا ليه عندنا اكتر من اقليم؟ يعني بما تفسر تنوع الاقاليم المناخيه في وطننا العربي، ليه عندنا اكتر من اقليم مناخي؟ اقول له بسبب مساحه الوطن العربي التي تزيد عن 13 مليون كيلومتر مربع، وامتداده في 40 دائره عرض. طب افرض جاب لي سؤال وقال لي بما تفسر اهميه حشائش الاستبس بالنسبه للثروه الحيوانيه. اقول لك انت ما قلتليش الاجابه دي. اقول لك حشائش الاستبس دي بتتربى عليها ايه؟ الاغنام والماعز. يبقى كده مهمه ولا مش مهم؟ مهمه. يبقى اقول له تربى عليها الاغنام والماعز. يبقى لما حد يسالك ايه اهميه حشائش الاستبس، اقول له تربى عليها الاغنام والماعز. حشائش الاستبس دي بتطلع فين؟ اقول له في الاقليم بتاعنا اللي هو اقليم البحر المتوسط. طب بما تفسر سقوط الامطار صيفا على جنوب غرب شبه الجزيره العربيه، اقول له جنوب غرب شبه الجزيره العربيه ده تبع انهي اقليم من الثلاثه؟ اقول له تبع الاقليم المداري. يبقى الاجابه لانها تقع في الاقليم المداري الممطر صيفا. علشان كده تروح هناك في الصيف تلاقي الجو حر والدنيا بتشتي عادي، يبقى لانها تقع في الاقليم المداري الممطر صيفا. والكلام ده بينطبق على اي مكان. لو جابهولي وقال لي ليه الدنيا هناك بتمطر في الصيف، اقول له عشان المكان ده موجود في الاقليم المداري اللي الدنيا بتشتي فيه في فصل الصيف. طب احنا كده اتكلمنا عن الثلاث اقاليم المناخيه، وعرفنا مكانهم على الخريطه، وعرفنا المناخ عندهم في الصيف والشتاء عامل ايه، وعرفنا النباتات والحيوانات. طب سؤال بقى، ايه اللي حصل يعني من النتائج المترتبة على تنوع الاقاليم المناخية في وطننا العربي؟ استنى هنا، ما انت لسه حلل السؤال ده. اقول لك لا، انا وانت قلنا بما تفسر تنوع الاقاليم المناخية في وطننا العربي، يعني ليه عندنا اكتر من اقليم. هنا بقى انا بسألك بقول لك ايه اللي حصل لما بقى عندنا اكتر من اقليم؟ هو ده سؤال وده سؤال. اقول لك ايوه، لما بقى عندنا اكتر من اقليم بقى عندنا نباتات طبيعية في كل مكان من دول مختلفة عن المكان التاني، وكمان بقى عندنا حيوانات طبيعية في كل مكان من دول مختلفة عن المكان التاني. يبقى أدى إلى تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في الوطن العربي. النباتات الطبيعية يعني النباتات اللي بتطلع لوحدها، الحيوانات البرية يعني الحيوانات اللي عايشة في الأماكن الناس مش بتربيهم، بنقول عليهم الحيوانات البرية. يبقى لما يجي لي سؤال ويقول لي بما تفسر تنوع الأقاليم المناخية، ده أقول له لأن مساحة الوطن العربي بتزيد عن 13 مليون كيلومتر مربع وبيمتد في 40 دائرة عرض. أما لو قال لي ما النتائج، ده موضوع تاني خالص. يعني إيه اللي حصل لما تنوعت الأقاليم؟ أقول له أدى إلى تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في الوطن العربي. طب قال لك بقى النباتات الطبيعية والحيوانات البرية ديت اللي موجودة عندنا في الوطن العربي اللي بتختلف من إقليم لإقليم بتتعرض للمخاطر. مخاطر ليه؟ قال لك نتيجة تطور الأنشطة البشرية. هو الإنسان سايب حاجة في حالها؟ الإنسان بيطور من الأنشطة بتاعته وبيعمل حاجات كتير جدا، وبالتالي تتعرض النباتات الطبيعية يعني النباتات اللي بتطلع لوحدها، والحيوانات البرية يعني الحيوانات اللي عايشة في البر يعني الإنسان مش بيربيها، الاتنين دول بيتعرضوا للمخاطر نتيجة تطور الأنشطة البشرية. طب ما تقول لي كده مخاطر زي إيه؟ أقول لك تدهور النباتات، النباتات بتتدهور، انقراض بعض الحيوانات البرية، بعض الحيوانات البرية بنلاقيها ما عادش موجودة، بتنقرض لأن الإنسان مش سايب حاجة في حالها. يبقى أنا عندي النباتات الطبيعية والحيوانات البرية بتتعرض لنقط أو للمخاطر نتيجة إيه؟ تطور الأنشطة البشرية. الإنسان بيطور من الأنشطة والحاجات بتاعته، وبالتالي خلى النباتات الطبيعية والحيوانات البرية تتعرض لمخاطر. طب ما تقول لي مخاطر زي إيه؟ أقول له تدهور النباتات وانقراض بعض الحيوانات البرية. طب هي الدول العربية هتقف ساكتة قصاد اللي بيحصل والمخاطر دي؟ أقول لك لأ،
عملت حاجة اسمها المحميات الطبيعية. عملت المحميات دي علشان يبقى فيها النباتات الطبيعية والحيوانات البرية محدش يقرب لها. يبقى الأهمية الاقتصادية للمحميات الطبيعية ايه؟ اقول له اول حاجة الحفاظ على الحياة البرية. الحياة البرية يقصد بها النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، دي اسمها الحياة البرية. يبقى اول حاجة لأهمية المحميات الطبيعية اللي الدول العربية عملتها الحفاظ على الحياة البرية، يعني احافظ على النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. تاني حاجة تنشيط السياحة وجذب السياح. السياح بيحبوا جدا يبصوا على النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، دي حاجات في الطبيعة السياح بيحبوها جدا، يبقى تنشيط السياحة وجذب السياح. تاني حاجة ايوه دي في اهمية ايه؟ المحميات الطبيعية. تالت حاجة تحقيق التوازن البيئي. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق النباتات الطبيعية والحيوانات البرية علشان يبقى في توازن في البيئة، وكمان الحد من التلوث. مش انت عارف ان النباتات بتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون؟ وبالتالي النباتات دي هتساعدنا في ان احنا نقضي على التلوث، وبكده تقدر نحقق حاجة اسمها التنمية المستدامة. المحميات الطبيعية دي هتخلي النباتات الطبيعية والحيوانات البرية موجودة للأجيال اللي جاية، فهنقدر نعمل تنمية مستدامة للحاجات دي. يبقى تاني، ما هي الأهمية الاقتصادية للمحميات الطبيعية؟ على فكرة السؤال ده مهم جدا. أقول له الحفاظ على الحياة البرية سواء النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، تنشيط السياحة وجذب السياح، تحقيق التوازن البيئي والحد من التلوث، وبالتالي نقدر نحقق التنمية المستدامة. طب ما تقول لي كده اشهر المحميات الطبيعيه اللي عندك في الوطن العربي؟ اقول لك احنا عندنا كتير جدا، بس انا هقول لك 3. عندنا مثلا محميه ارز الشوف، دي في لبنان. اسمها ايه؟ ارز الشوف. اسمها ارز الشوف في لبنان. تاني محميه عندنا محميه ضانا، دي فين دي؟ اقول له في الاردن. عندنا مثلا في مصر محميه جبل علبه في مصر. محميه جبل علبه مش جبل علبه، جبل علبه فين؟ في مصر. يبقى من اشهر المحميات عندنا في الوطن العربي اقول له محميه ارز الشوف عندنا في لبنان، محمية ضانا عندنا في الأردن، محمية جبل علبة عندنا في مصر. طب هل بقى الإنسان بقى ساب المحميات دي في حالها؟ قال لك لا، المحميات دي كمان رخرة بتتعرض إلى تهديدات. تهديدات زي ايه؟ زي الرعي الجائر، زي الصيد الجائر، زي التلوث البيئي. يعني بعد ما الدول العربية عملت محميات طبيعية علشان تحمي النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، كمان المحميات بتتعرض لتهديدات. اقول لك ايوه، الرعي الجائر. تلاقي بعض الناس يخشوا في المحميات دي ويمارسوا حرفة الرعي، وكمان رعي جائر يعني بيمسكوا النباتات يخلصوا عليها خالص. الصيد الجائر، بعض الناس بتخش المحميات دي وتصطاد حيوانات. التلوث البيئي، البيئة لما بتتلوث بتأثر على النباتات والحيوانات دي. يبقى ايه هي التهديدات والمشاكل اللي بتقابل المحميات الطبيعية؟ اقول له 3 مشاكل: الرعي الجائر والصيد الجائر والتلوث البيئي. طب هي الدول العربية هتفضل ساكتة ولا هتعمل حاجة؟ اقول له لا، خدت اجراءات. زي ايه؟ قال لك سن القوانين لحماية المحميات. اللي هيتعامل مع المحميات دي بشيء غلط في قوانينها تعاقبه، يعني سن القوانين لحماية المحميات. يبقى ايه الاجراءات اللي الدول العربية عملتها علشان تحافظ على المحميات؟ اقول له سن القوانين لحماية المحميات. طيب يبقى احنا كده عرفنا لو جالي سؤال وقال لي ما النتائج المترتبة على تنوع الأقاليم المناخية، أقول له أدى إلى تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية عندنا في الوطن العربي. وعندنا النباتات والحيوانات دي بتتعرض للمخاطر نتيجة تطور الأنشطة البشرية بتاعت الإنسان. طب إيه المخاطر دي؟ أقول له زي تدهور النباتات وانقراض بعض الحيوانات البرية. علشان كده الدول العربية عملت محميات. ليه؟ علشان تحافظ على الحياة البرية وتنشط السياحة وتجذب السياح وتحقق التوازن البيئي والحد من التلوث. السؤال ده مهم جدا 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 وتحفظه وتكتبه ورايا. طب ايه اشهر المحميات اللي عندك؟ اقول له في لبنان عندنا محمية ارز الشوف، اقول له عندنا في الاردن محمية ضانا، اقول له عندنا في مصر محمية جبل علبة. طب المحميات دي بتقابل مشاكل؟ اقول لك ايوه، زي الرعي الجائر والصيد الجائر والتلوث البيئي. طب الدول العربية قعدت ساكتة؟ اقول له لا، بتسن قوانين لحماية المحميات. يبقى ايه الاجراءات اللي الدول العربية بتعملها علشان تحمي المحميات وتحافظ عليها؟ اقول له سن القوانين لحماية المحميات. ايه؟ سن القوانين لحماية المحميات. طب كده احنا اتكلمنا عن درسنا النهاردة وعرفنا كل حاجة عن الأقاليم المناخية والنباتية اللي عندنا في الوطن العربي. بيقول لك بقى تعرف ان يوم 3 مارس اللي هو 3/3 ده اليوم العالمي للأحياء البرية؟
اليوم العالمي، أيوة، العالم كله بيحتفل باليوم ده يوم 3/3 بالأحياء البرية. يبقى اليوم العالمي للأحياء البرية يوم كام؟ يوم 3 مارس، يعني 3/3. العالم بيحتفل به ليه؟ أقول له للتأمل في الحياة البرية، علشان الناس تبص وتفكر في الحياة البرية اللي حواليها، وتوعيهم بأنهم لازم يحموا النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض دي، علشان ما يجيش يوم وما نلاقيش نباتات طبيعية وحيوانات برية. علشان كده اليوم العالمي للأحياء البرية هو يوم 3 مارس، والعالم كل سنة لازم يحتفل بيه. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة. ما تنساش تتفرج على فيديو الأسئلة على الدرس ده. تحياتي ليكم، مستر عطا زكي شحاتو.